عمر ما ينفخ لنا الجربة علشان انا لابسه النقاب، ما ينفعش ابين وشي. هنفخها معاكم وبعد كده اهوتي هنخضها. عملت نفخ حبة حبة على جده، ياخد نفسه شوية وينفخ تاني. نادر وشك اللي جاي عمر ما ينفخ لنا لحد ما هتتنفخ عشان نخضها. ده لبن هنربطها بعد ما نفخناها. خد معاكم الجربة كده، عمر معاكم هوا وربطناها، لازم تربطها وتثبتيها وبعد كده هوتي هنخضها كده. ده لبن حامض اللي هو بنحطه في الزير، غير اللبن الحليب اللي خضناه معاكم. اللبن الحليب كنا حاطينه في التلاجة وطلعناه خضناه، يعني تشجعيه قوي. اللبن الحامض ده ما تحوشيه على شوية لبن حامض، حبة لبن حامض من الزير، وبعد كده تحط عليه لبن الحليب وتخليه يروب زي ما شفتيه في الفيديو بتاع الزير. لو حابين تشوفوا فيديو الزير شوفوه، انت هتعرف ازاي ما نروب اللبن. بعد كده حطيناه في الجربة، تخليه لازم يرصرص عشان يفرز معاك السمن. وبعد كده تربط الجربة بالشكل اللي انت شايفاه دوا، وهتخض لحد ما لحد ما تلقيها عملت معاكي ريمة كده وهتشج عليها. الدار اللي فات خدت معانا حوالي 3 نفخات، يعني كنا بنشج عليها كل شوية نشوفها يعني فرزت معانا السمنة ولا لسه، وننفخها تاني، اللي هو اول نفس وتاني نفس وتالت نفس، اللي هو النفخ يعني الجرب. بعد كده هويتي اول ما تلقيها بطلت يعني ما تشخلن معاكي كده، تبقى ايه خلاص اللي هي فرزت، تبقى جربت خلاص. تشج عليها، تفتح الحنك وتشج عليها، تحطي لها لازم ميه ساقعه مرصرصه علشان تفرز معاك السمنه. ما حطيتيش ميه ساقعه هتخض معاك بسرعه ومش هتفرز معاك السمنه. وتعلقيها بالشكل اللي انت شايفاه ده هو في اي حته عندك وتخض. هتخضي فيها بالشكل اللي انت شايفاه ده، وما تاخدوش بالكم من حته العصا اللي احنا عاملينها دي، لان هي كانت مكفيه شويه لقدام، لازم تبقى منصوبه عشان تضرب معاكي ورا. حطينا يعني على لما علقناها ولقيناها عامله لقدام شويه، ان شاء الله باذن الله اياها قلنا بعد ما نخلص خض نبقى نظبطها، يعني لازم اللي قدام دي تبقى عاليه عن اللي ورا شويه. تخضيها ما تفشيهاش وتشوفي هي اللي جواها، تبص فيها كده لتحت عشان تعرفها تعرفها ربة السمنه ولا بيضه ولا كده. بعد كده تكحتها بالمعلقه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت كده، سكينه او معلقه او اي حاجه كده عشان الميه اللي هي بتنزل من اللبن الحامض، لان اللبن الحامض بيصرف ميه كتير، يعني بينزل ميه كتيره، لان هي غير لبن الحليب ما تبقى حاطه له ميه مساقعه انت عشان اللبن يفرز معاه. فلو نزلت معاك ميه او زي كده زي الملاح اللي بينزل من الجبن، تروح عاملاه كده اهوت بمعلقه وكرشيها كده بمعلقه وتنزل الميه اللي عليها عشان خاطر الميه ما تغرقكيش وانت ما تخضي. تمام كده اهوت ما نربطها عشان ما تهوش معانا. لازم تبقى مشدوده الفك شويه علشان كل ما تتقل مع الميه واللبن اما تروح ممكن تهوي معاك شويه. تبقى نصباها كده عشان ما تجيش في الجروانه اللي تحتها وفي المعون اللي تحتها. انت شايفه حاجه؟ يلا مصورها ساوى ما سويت ساوى. ايوه همو لا لازم هي مش نروح من الماي يحصل. ده طبعا احنا كده احنا هنا اما نخض ونحط احنا هنا اما نخضها وهنبقى نحط لها شويه ماء مثلجين عشان تفرز معاك اللبن. شوفوا ورمز هنا عودتي فضلنا نخض لحد ما فرزت معانا السمنه. شايفين السمنه صفرة كيف؟
هي طلعت السمنه معانا، بس عشان السمنه تتجلى معانا نحط لها ماء مراسل. هنحط شويه ماء متلجين طالعين من التلاجة كيف، عشان السمنه هي تجلي معانا وتطلع من تطلع من القربه كده حلوه زي الفيديو اللي عدى جالسه. صلى على النبي، وما كنتش حطيت اللايك لحد دلوقتي احط اللايك، والله العظيم ده احنا تعبانين جدا. ننفخها يعني شجنا على السمنه لقيناها عايزه شويه، ما ننفخها شويه وبعد كده هوتها هنكمل خض. ولما السمنه ان شاء الله باذن الله تتجلي معانا تبقى كده استوى شويه. احنا كنا حاطين شويه ميه مرصرصين عشان يفرزوا معانا السمنه. ونخض بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت كده لحد ما السمنه تفرز معانا. والله العظيم ده فيديوهات القربة ده تعب جدا. حطوا لنا اللايك واشتركوا في القناه لو اول مره شافوا القناه بتاعتنا، وادعمونا باللايك واكتبوا لي كومنت حلو كده هوتي يشجعني ان انا اخض تاني. احنا كده بنخض القربة زي ما انتوا شايفين كده، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتقولوا تنزلوا حتى في الكومنتات تصلوا على النبي وتقول لنا اي كلمه كده حلوه تشجعنا عشان وتمسكي كده بايدك دي تمسكي بيها كده عشان اللبن تقدر تتحكم فيه وتمسك في حنك القرب وتضربه كده لحد ما اللبن يفرز معاه، وتصلي على النبي على طول. وما تزهدوش مني انا ما اقول لكم صلوا على النبي، عشان اهم حاجه امي كانت ما تخض بدال، وقلت لها هات نعمل بدلك شويه عشان السمنه هتطلع كده بس الخض بتاع امي طبعا ما فيش بعدين. طبعا احنا كلنا بنتعلم، ونغلط بحاجه هتعلم تاني الدرجات، ونفضل نرجع في القربه كل حد ما اللبنات يتخض. وبعد كده نبقى نحطهم في الزيت بعد ما يتخضوا. هتحط اللبن بعد ما تخش منه السمنه في الزيت كده. تسمعوا صوت الخض كده، صوت بتاع زمان وايام زمان والريف بتاع زمان الحلو دوه. وما نخض على السطوح كل ما القربه مش عايزاها تخر عليك ميه اعملها كده. الميه دي طبعا تنزل كده في الحاجه، لازم تحط حاجه تحتها تتلقى الميه كده، اما تصرط معاك ميه كده من اللبن الحامض طبعا ما يبقى متضاف عليها ميه مسقعه عشان بتاع السمنه تفرز معاك. تعملها كده، ما تعملهاش بسكينه ولا حته يعني حاجه حاده يعني كده تقطعها معاك كده، تعملها بمعلقه او حاجه كده لحد ما تعوش منها الميه كده. احنا النهارده باذن الله كده عند امي هنعمل معاكم العيش الظلي على الفرن البلدي، وهنخض معاكم القربه كده، وان شاء الله هيبقى يوم ريفي عسل باذن الله. بس اتفرجوا علينا لحد الاخر وحطوا لنا اللايك. هتخض زي ما انت شايفه كده زي بعض. لو سمحتوا هي اصوات يعني ولادي والواد الصغير هو اللي ما يصورني، يعني أنا الحمد لله مش لاقيين حد يصورني. كده ما نفش عشان نشوف السمنه استوت ولا لسه. بص السمنه بسم الله ما شاء الله عليها حلوه جامد. السمنه بصي جلت بسم الله ما شاء الله عليها. هنفضيها هنا في الجرك ونبقى نلمها. هنفضيها هنا كده وبعد كده هنلمها. بسم الله الرحمن الرحيم. سيبيها كلها كده هنصفيها كده وبعد كده هنلم السمنه. هي كده استوت معانا خلاص. ولو قعدت نعملها كده سمنه معاك كده لحد ما تخلصيها معاك لم كده. وبعد كده لو لقيتها مش راضيه تلم معاك حط لها قالب تلج وهي تتلم معاك بكل سهوله. يعني هتعملي كده لحد ما تتلم معاك.
لحد ما تلم يعني كده. هي كده عزلت خلاص اهي. انا بشطفها كده بمية مرصرصة عشان لو فيها بواقي سام تطلع. وبنزلها على اللبن كده. اللبن ده هنحطه في الزير. المية الزيادة دي زي ما انتم شايفين بعد ما خلصنا خض الجربة نزلنا نحطهم لمناهم يعني بالشكل اللي انتم شايفينه ده. لمنا القرص زي ما انتم شايفين كده. لما نبدأنا الاتنين بعد كده تروح هي تعمل لي كده عشان ما يبقاش يصفي اللبن اللي فيه كله وتبقى السمنة خالصة ما فيهاش لبن. بعد كده تروحي جايبه اللبن اللي انت عملتيه دوا وتحطيه في الزير اللي خضتيه اللي هو اللبن الرايب او اللبن الحامض معناها. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. لما يطفح كده على الزير وطلعنا ونزلنا تحت عشان نغسل الزير. لازم تغسله من بره بالفرشه كده عشان الميه لما ينزلها من اللبن بتطلع كده هوت على الزير وتعمل الخطوط البيضه دي فتبقى زي الملح كده. فلازم تغسلها بميه كده وتغسليه بالفرشه لحد ما ينضف معاكي ويرجع احمر زي ما كنا عاملينه في الفيديو اللي عدى. وبعد كده هوتي اياه تروحي تحطي فيه اللبن عادي. كل يوم لازم تغسليه بالشكل اللي انت شايفاه دوا لحد ما ينضف معاكي وما يبقاش فيه اي حاجه عشان اللبن تبقى ريحته حلوه وطعمه حلو وشكله ابيض كده وصافي. هتغسليه زي ما انت شفتي كده يبقى نضيف وحلو كده ويرجع حلو. والميه ما تنزل في المصدر ده اللي تحتيه. وبعد كده بننزعها بكوبايه او باي حاجه عندك تغسلي الحواف وتنضفيه كده وتنزلي في الزير كده تمسحي كده تخليه نظيف. وبعد كده تكب فيه اللبن احنا كده بننضف. تكب اللبن جواه وتروحي تخلط اللبن في بعضيه. اللبن اللي هو اللي زي الميه اللي هو دوا كده اللي احنا خضناه اللبن الخضيب في اللبن اللي هو الرايب هتكبيه بالشكل اللي انت شايفاه دوا كده. وبعد كده هوتي العصايه او الحاجه اللي احنا بنحرك بيها تحرك بيها حلو. مش محتاج عصايه لما ينشف. الزنه اللي احنا بنرج بيها يعني كنا مورينها لكم في الفيديو اللي عدى زي العود كده او زي العصايه بنقلب بيها لحد الزنط تحت لحد يعني قعر الزير عشان كله يبقى زي بعضيه. والميه اللي هي بالمرصرصه اللي بنحطها عشان وش ما اصفرش لو كسرنا يوم خضانين. حاطين حبه ملح عشان الاصفرار وعشان يبقى شكله طعمه حلو وحايق ولونه ابيض وحلو. وبرضو الملح ده ماده حافظه ما تحفظه من اي روايح. ولو انت استهمتي بيه اساس اللبن الحادق الملح. لو انت استهمتي بيه وتغسليه كل يوم اللبن طبعا معاك هيبقى صافي وجميل جدا. طبعا اللي على الزير ده اسمنت مش ان هو موسخ لا ده احنا حته اسمنت يعني عشان الزير يعني لو بقي الحمل تقيل عليها ما يطقش معاك او ما يتفلكش معاك. زي ما انتم شايفين كده احنا خلصنا معاكم الخض وحشت الربع وهنعمل الربع عادي. الربع هتحط شويه ملح وتاخد شويه لبن من اللي خضتهم في الخضاجه وتحط عليهم عادي اللبن الحليب اللي هتحلبيه ويبقى كده اللبن يروب معاكي عادي يعمل وش يقعد يوم واتنين يعمل معاكي قرص. وبعد كده تحطيه في التلاجة وتخضيه واللهم صل على النبي تخضيه عاد بعديها. عايزه تحطيه في الجربه تروبيه في الجربه ماشي او تروبيه في الجردل براحتك حبه يعني زي ما انت عايزه. احنا طبعا ممكن تروبيه في الجربه زي ما احنا بنروبه. هتحط الملح اللي احنا حطيناه في الجردل ده جوه الجربه وتحط عليها اللبن الحليب. ده اللبن الحليب بالروبه اللي احنا جلينها من على وش جلنا شويه روبه اللي هو فيهم زي السمنه كده من مكان خضض الجربه. شويه روبه عليهم تحسهم فيهم سمنه شايفين دي مع الخضه ده هيطلع في الخضه التانية يعني عشان مش ان انت تقول ان احنا سيبنا السمنه ما عرفناش نلمها بتاعه الجربه. السمنه دي اللي قاعده في الوش دي هتبقى مع الحليب مع الخض الجاي مع الملح هو نفسه. الماء اللي بتنزل من الزير اهي استنوا هجيبها لكم. دي الماء اللي بتنزل من الزير اللي هي بنبقى حاطينها لوحدها. الماء اللي بتبقى زياده في اللبن بتنزل هو ما يفرزها كده عشان يصفيها ما يطيبش اللبن الحامض غير لما يخر الميه زي الكيس. الزير بينزل الميه اللي هي زياده يفرزها وبعد كده زي ما اللبن يتجمد. اللبن يتجمد معاكي وتحطي بعد كده الخضه الجديده. لازم تصفي الميه كده عشان ما تغرقلكيش. لازم كده الزنط يتغسل جوه وتغسليه من جوه كده. الحته اللي في الخض لازم تتغسل كده عشان ما يبقاش فيه لو حاجه البيضه قعدت على جسم الزير تخلي اللبن بتاعته ريحه مش حلوه.
النظافة مع الملح للبن الحامض هي اللي لها الأولوية. تغسليه حلو خلاص كويس عارفة كده. مش النزيح كده كفاية. اللبن ده طبعا يا بنغطيه بالغطا اللي هو بنغطيه بقماشة أو أي حاجة يعني زي الكيسة كده قماشة. فغسلناها لازم تغسليها كويس علشان تبقى نظيفة معاكي. بعد ما نشفنا بها الحامض لازم تتشرب. بعد ما تنشفي يعني احنا نشفنا بها يعني هنا كده، فغسلناها كويس وهنغطيه به عشان تبقى ايه نظيفة معاكي. وبعد ما نزحت المية عشان الصورة ما كانتش واضحة معاكي، تنزح المية من تحت من المصير ده، كل المية اللي بتنزل ده كمان صفى مية تاني اهو. تنشف الارض معاك كويس، وتنشف الفرطة اللي انت هتحطيها على الزير دي كويس عشان الروايح. لازم كل حاجة تغسليها وتنظفيها تحت الزير، وتربطي حنك الزير كده عشان ما فيش اي شوايه بتنزل فيه ولا اي حاجة. وبعدين لو عندك الحتة الارض دي، بعد ما تربطي كده وتنظفي، لو انت وتنظفي الزير، لو انت الارض عندك يعني كده مش يعني طبعا عشان الميه تشرب الميه، احنا حطينا هنا ايه الرمله دي ما تشرب الميه طبعا. وبعد كده بعد كده عادي تحطيها ترميها عاد في الزريبه الرمله دي بعد ما تشرب الميه، مش لازم تخليها. لو عندك مثلا بلاط او سيراميك هتنشفي بسفنج. والسلام عليكم ورحمه الله.